ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الخبز الجميل المحشي اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا معايا كوبايه لبن دافي، معلقتين كبار سكر، وهنزل بمعلقه صغيره مليانه خميره مع بيضه، وهقلب كله مع بعضه كده. هدوب السكر، وبعد كده الدقيق بتاعي 3 كوبايات وربع دقيق وعليهم رشه الملح، وهنزل بخليط اللبن. هقلب بالمعلقه دلوقتي، مش هعجن، وهسيبهم 20 دقيقه. بعد ال20 دقيقة هبتدي أعجن. هحط 4 معالق كبار زبدة، وهعجن كويس. أهم حاجة في المرحلة دي هو العجن، زي ما انتوا شايفين كده. وأخبط في العجينة كده عشان أطلع أي هوا منها. خلاص كده أنا خلصت، وهدهن الطبق بالزيت. وهسيب العجين كده يرتاح ساعة تاني. دلوقتي هبتدي أعمل الحشوة بتاعتي، عبارة عن معلقة زيت كبيرة مع بصلة، وأحمرها. الحشوة دي بتاعتك انت طبعا، أي حشوات عايزة تحطيه فيه حطيه. عايزة تحطي جبن حطي، عايزة تحطي الفراخ اللي انا عملتها حطي، يعني اي حشوة بتاعتك انتي. الفراخ ده حوالي 200 جرام، يعني 3 حتت بني بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجة بسيطة قوي، بس هعمل بيها احلى خبز. وهنزل بملح وفلفل اسود، وهقلب كويس، احمرهم مع بعض كده. وهنزل بمعلقة كبيرة صويا صوص. عندك حطي، ما عندكيش خلاص خليها كده عادي، بس هو عشان يديها لون يعني مش اكتر. بعد الساعة خلاص. بعد كده اهبطها. والكمية دي هتطلع معايا 12 كورة. اهم حاجة الحاجات اللي انا بعملها دي، ان انت كأنك بتعجنيه تاني، ان ده اللي بيديكي الهشاشة والطراوة من جوه. زي ما انتوا شايفين كده، دي الكورة دي. خلاص كده طلعوا معايا 12 كورة بالظبط.
دلوقتي هحشي. انا سبتهم بعد ما كورتهم كده، سبتهم 10 دقايق. بعد كده هفرد كده زي ما انتوا شايفين، واحط الحشوة بتاعتي يعني معلقة صغيرة كده، واقفل اهو. اهم حاجة تقفلي من تحت كويس قوي عشان ما يتفتحش منك في الفرن. هضغط ضغطة بسيطة قوي زي ما انتوا شايفين كده، ضغطة بسيطة عليهم. وبعد كده هسيبهم نص ساعة، اغطيهم واسيبهم نص ساعة. بعد النص ساعة خلاص، ده صفار بيض ولبن، وهدهن كده بالراحة. ده بعد ما اختمر خلاص نص ساعة. وهرش سمسم دلوقتي، وهيدخل على فرن 180 لمدة 18 دقيقة بس. وبالهنا والشفا.